في يوم من الأيام كان في بيت قديم في حارة ضيقة في القاهرة. البيت ده كان معروف بين الناس إنه مسكون. كل اللي عايشوا فيه قبل كده كانوا بيحكوا عن أصوات غريبة وضوء يطلع من النوافذ في نص الليل وناس بتشوف أشباح. لكن في واحد اسمه حسن قرر إنه يكتشف السر ويدخل البيت. حسن كان شاب جريء وما كانش خايف من أي حاجة. في يوم من الأيام قرر إنه يقضي ليلة في البيت. جاب معاه كشاف وكمية من الأكل والمشروبات وراح البيت. أول ما دخل حس برودة غريبة في الجو، لكن ما اهتمش. بدأ يستكشف الأوضة تلو الأوضة. الأوضة الأولى كانت مليانة فبار وفيها عفش قديم. حسن قعد على كرسي قديم وفتح علبة السجاير. وهو قاعد سمع صوت خبط جاي من الأوضة اللي جنبه. قلبه بدأ يدق بسرعة، لكنه قرر إنه يروح يشوف. لما فتح الباب لقى الأوضة فاضية، لكن حس بشيء غريب في الهواء. بعد شوية بدأ يسمع همسات ضعيفة كأن في حد بيتكلم. حاول يركز لكن ما كانش قادر يفهم. قرر إنه يخرج من الأوضة، لكن وهو خارج حس شيء يلمسه من وراه. التفت بسرعة لكن ما لقى حد. قلبه كان بيخفق لكنه حاول يهدى نفسه. بعد شوية بدأ يسمع صوت ضحك غريب كأنه جني. حسن اتجمد في مكانه، لكن فضوله كان أقوى من خوفه. قرر إنه يتبع الصوت. الصوت كان جاي من الأوضة اللي في الدور العلوي. صعد السلم بحذر، وكل خطوة كانت بتخلي قلبه يدق أسرع. لما وصل للأوضة لقى بابها مفتوح. دخل بحذر، ولما دخل لقى ضوء خافت جاي من الزاوية. ولما قرب شاف كائن غريب. كان جني شكله مرعب، عيونه بتلمع في الظلام. الجني بص له وقال: "انت ليه جيت هنا؟" حسن حاول يتكلم لكن لسانه كان مربوط. الجني قرب منه وقال: "أنا هنا من زمان ومش هخرج من البيت ده. كل اللي حاولوا يخرجوني ما قدروش." حسن حس بالخوف يتسرب لجسمه، لكن الجني استمر: "انت مش أول واحد وفي كتير قبلك، لكن انت مختلف." حسن سأل: "يعني ايه مختلف؟" الجني رد: "لأنك جريء وده اللي خلاني أظهر لك، لكن لو عايز تخرج لازم تحل اللوز." حسن كان متوتر لكن قرر إنه يحاول. سأل الجني: "ايه اللوز؟" الجني قال: "في حاجة في البيت لو لقيتها هقدر أخرج، لكن لو ما لقيتهاش هتفضل هنا معايا." حسن بدأ يدور في الأوضة وكل شوية الجني يقول له: "أقرب أقرب." وفي الآخر لقى صندوق قديم تحت السرير. فتحه ولقي فيه ورقة مكتوب عليها: "الحرية في الاعتراف." إنه لازم يعترف بشيء. فكر في كل حاجة عملها في حياته وكل الأخطاء اللي ارتكبها. بدأ يتكلم ويعترف للجني بكل حاجة. الجني سمعه وفي الآخر قال: "انت حر، لكن تذكر كل واحد فينا عنده أسرار." حس حسن بريح قوية والبيت بدأ يهتز. الجني اختفى والبيت رجع هادي. حسن خرج من البيت وهو مش مصدق اللي حصل. من ساعتها محدش شاف الجني تاني، لكن حسن عرف إنه هو لازم يكون صادق مع نفسه ومع الآخرين. ومن يومها البيت بقى مهجور تاني، لكن الناس لسه بتحكي عن حسن والجني اللي سكن البيت وما طلعش منه.